تخيل إنك تتقدم لوظيفة جرسون مع 23 شخص غيرك، كلهم ينقبلون وإنت الوحيد اللي ينقال لك لا. هذا اللي صار مع هذا المدرس الصيني الفقير. لما فتح مطعم KFC في مدينته كان يظن إنها فرصته. مو بس كذا، قدم على جامعة هارفارد 10 مرات، وفي كل مرة كان يجيه ظرف الرفض. قالوا عنه قبيح وغبي. في سنة 1995 سافر أمريكا وشاف الإنترنت لأول مرة. بحث عن كلمة بيرة وما لقى أي نتيجة من الصين. رجع بلده وقرر يسوي موقع تجارة إلكترونية، رغم أنه ما يفهم في البرمجة ولا سطر واحد. سمى شركته علي بابا. البنوك رفضت تعطيه قروض وقالوا مشروعه فاشل. لمدة 3 سنوات الشركة ما حققت دولار واحد أرباح. الموظفين كانوا يشتغلون بس عشان إيمانهم برؤيته. وفجأة التقى بمستثمر ياباني ماسايوشي سون. اتكلم معاه 5 دقايق بس، والمستثمر عطاه 20 مليون دولار. ومن هنا انطلقت الصواريخ. علي بابا صارت أكبر متجر في العالم، وتفوقت على أمازون وإي باي في الصين. المدرس الفقير اللي رفضوه KFC صار أغنى رجل في الصين، وثروته تجاوزت 40 مليار دولار. قال جملته الشهيرة: اليوم صعب وبكرة أصعب، لكن بعد بكرة الشمس بتشرق. هذا هو العبقري المجنون جاك ما.